السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحباب. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وهذه قاعدة قرآنية عظيمة جدا في حسن التعامل مع الناس وحسن خطابهم والتوجه إليهم، ومن رقيها وعلوها أنها تعم جميع الناس، ليس خاصا بعشيرتك ولا بأسرتك ولا بجيرانك وأقاربك وأهل مجتمعك، ولكنها كافة وعامة وشاملة لجميع الناس، تدفع للتعايش وحسن المعاشرة. وقولوا للناس، الناس يعني جميع الناس، من هم معك ومن هم ضدك، من هم في معتقدك وغير معتقدك، من هم يؤازرون فكرتك ولا يؤازرون فكرتك. هذا خارج عن سياق المدافعة، وإنما هو يجري مجرى التعايش، كيف نتعايش مع الناس. وقولوا للناس حسنا، قولا حسنا، قولا لطيفا، قولا لينا. يجب أن تختار بعناية مركزة كلماتك وجملك وألفاظك، كيف تخاطب بها الآخرين. لا تجرح عواطفهم، لا تجرح مشاعرهم، لا تؤنبهم وغير ذلك من الأشياء. حتى وإن كانت تلك الكلمة الصارمة الواقعية الحقيقية لا تؤدي هذا الدور، تفرق ولا تجمع، تشتت وتمزق وتخدش المشاعر، فمن الأحسن تركها، لأن هذه الكلمات تقال في مجال معين وفي موقف معين ومجالس معينة، فلا يجب أن نعممها ونقول أنا صارم في أقوالي وأنا جريء في أقوالي. جرأتك وصرامتك في الأقوال قد تجرح كثير من مشاعر الناس وتنفرهم عنك، فلا داعي. وقولوا للناس حسنا، اكتسبوهم، واكتسبوهم بحسن كلامكم وحسن مواقفكم وحسن خطاباتكم. في هذه الآية، معرض هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى كان يتحدث عن بني إسرائيل فأمرهم بالعبادة الله والإيمان باليوم الآخر وإيتاء ذي القربى، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. جعل القول الحسن في معرض الحديث عن الكليات الدين، عن الإيمان بالله واليوم الآخر والإحسان إلى ذوي القربى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، معها الإحسان إلى الناس قولا وفعلا بالكلمة الطيبة. فلذا ينبغي علينا أن نتعلم كيف نعامل الناس ونكسب ودهم بالكلمة الطيبة. ما يضرك إن لم ترد على الشاتم الذي يسبك ويشتمك، ما ينفعك إن رددت عليه، بل أحسن من ذلك أن تعرض عنه وتقول سلاما ولا ترد الإساءة بالإساءة. نعم، هذا حق، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن في خلق الإسلام وفي تعاليم الإسلام أنه يفتح مجال للعفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن أنت بدلت السيئة بالإحسان اكتسبت موقفا عظيما وعلمت نفسك رقي وسمو الأخلاق ومكارمها. فلهذا كانت هذه القاعدة عظيمة جدا في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.